بسبب قلة الإمكانيات قررنا نعمل الفيديوهات على القهوة وبعيد عن الخلفية. احنا شايفينها في استوديو، ويلا بينا نبدأ. ازيك يا عم احمد، عامل ايه؟ الحمد لله، ربنا يبارك لك يا رب. ايه افضل اكله ممكن تاكلها في عز الشتاء؟ في عز الشتاء؟ لا بص، انا ما بصنفش الاكل لصيف وشتاء خالص بالنسبه لي. يعني انا ممكن اكل يبقى معروف عنه في عز الصيف ان هو ما ينفعش يتاكل عشان بقى الحموضه والكلام ده كله. لا انا عادي يعني. وفي الشتاء بقى يعني مش برضه الشتاء معروف عنه الاكل اللي يدفيك والكلام ده كله. انا الدنيا سخينه يعني ايه اخبارها؟ اللي هي اللي بيقولوا لا عليها لا ليها لا اسم تاني، هي صح؟ لا، العيش بالسمن. لا 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 لا، مفيش ما منه بيجيش معايا سد كلام. الحنك والحاجات دي. لا، ولا صوابع زينب ورجل فوزيه والكلام ده كله ما بحبوش. بحبش الكلام ده خالص. انا الحلويات برضو على فكره ماليش فيها قوي، بس حاجات محدده ولما يجي وقتها. انما مش اكيل يعني، مثلا مش زي بقى اللي يعدي قدام محل حلواني يلا هات ده وهات ده وهات ده، لا مفيش. ممكن مثلا كنافه تيجي معايا سكه قوي الله. على دخلة رمضان، ايوه. ووقت معين في السنه، نص السنه بتاع. ايه اخبار البيستاشيو معاك السنه دي؟ والله بص هقول لك حاجه، نتكلم مبدئيا. انا اصلا عندي قناعه ان هو في مصر 90% منه بسله. الله تمام. الله، انت راجل محترم. تمام. انت راجل محترم. لان يعني هقول لك حاجه بسيطه. انا لما كنت في السعوديه مثلا، المكسرات هناك كطعم أيوة. حاجه، وهنا حاجه تانية خالص. ايوه يعني هنا تحس ان هي فرز عاشر او 20. اكيد. فبالتالي مثلا الفستق نفسه اللي هو المكون الاساسي للبيستاشيو دوت، في السعوديه يعني الفستق قد كده ايوه بعد ما تتقشر. ايوه، هي هنا كده قبل ما تتقشر. اخدت بالي تمام. بالي. سيبك من الحجم، الطعم بقى نفسه، الطعم الغني ده مش موجود هنا زي هناك. تحس ان هو بيحط فيه بزله فعلا. لا، هو في مكون داخل فيها عشان يزود الكميه، انما بسله او في مكسبات طعم، انا بحس ان هي مكسبات طعم. وارد. وبرضه عايز اقول لك حاجه، على حد برضه اللي انا اعرفه، الفستق لونه مش اخضر قوي كده بعد ما بيتطحن او بعد أيوة ما أيوة. بيتهرس او كده. هو لونه افتح من كده كتير، فعشان بيه تديله ده اللون الاخضر ده. في كنافه ب 800 جنيه، انت شفت فعلا في كنافه ب 800 جنيه؟ في بعض ربنا والحمد لله البراندات كنت يعني. من العظماء اللي كلوها في رمضان، الحمد اللهم لله. صل على النبي. بس اللهم صل على انا النبي. كنت معزوم. ايوه. ف ما تشتريهاش. لا مش طبعا مش هدفع فيها اصلا يعني. بس انا عموما بحب الفستق جدا، بس ان هو في ثقه ان هو فستق، لا بصراحه بكلمك بامانه يعني. ده مش في هناك اصلا حاجات انا ما شفتهاش انا لغايه دلوقتي في السعوديه. كانواع. طبعا. ايوه. يمكن في بتاع كده مش عارف اسمها ايه، هي اسمها غريب اصلا، عامله زي الكوره كده، عامله زي الليمون الاسود اللي هو بتاع البهارات ده، بس هي كان لونها بني. يعني تحفه، بس انا مش عارف اسمها ايه لغايه دلوقتي بصراحه. طيب ندخل على السؤال اللي بعده. لو كسبت مليون جنيه دلوقتي، اول 3 حاجات هتعملها ايه؟ دلوقتي ولا الفكره ان انت تكسب مليون جنيه دلوقتي، واول 3 حاجات، غير ان احنا هنحاسب على القهوه. لا، ما دي كده كده تمام، بس المليون جنيه دلوقتي مش فلوس اصلا. لا ما تحبطناش. لا ماشي لا ماشي. يعني انت طيب. يعني هنقول مليون جنيه نزلوا دلوقتي. مليون جنيه. مش عارف، بس دي شنطه صغننه اصل لو قلت لك هطلع بيهم حج ما خلصوا. لا طب هقول لك، يعني اول حاجه هغير التليفون الحقير اللي معايا ان شاء الله يعني. مليون جنيه يا عم. ما فهمني بس يعني تليفون، هتجيب تليفون يعني واحد ايفون بص مثلا، يفضل يقول لك لو معايا فلوس هعمل وبتاع، تيجي يعني تيجي مش عارف تعمل ايه. بعد متكتف ليه بقى. 500 حاجه ظهروا لك واللي معاك ما يجيبش منهم 2 3. الله. فهقول لك، هنقول مثلا ايه، طب هعمل تشيك اب كامل كده على صحتي. ايوه تمام. وصحه الاسره الكريمه. هشترك في الجيم اللي انا بعدي من قدامه دوت مش عارف اخشه ان شاء الله. هعمل صيانه بقى للحاجات اللي في البيت كلها اللي انا مش عارف اعملها يعني هم برضه. 3 حاجات بس، اول ما هم مليون خلاص جنيه 3، هتعمل خلاص هم دول؟ 3 دول ان شاء الله تقضي يعني. طيب بس لو رجع بيك الزمن فين حابب تعيش؟ استنى بس، يعني انت رحت السعوديه مثلا، لا هتحب تعيش في مصر؟ بص انا رحت السعوديه ورحت قطر. وقطر مثلا، هل تحب تعيش في مصر؟ في ناس على فكره حابه ترجع مصر وتعيش في مصر، ناس راح سافرت اماكن تانية ورجعت برضو مصر. لا انا بالنسبه لي، انا ولغايه اللحظه ديت لو بفكر في سفر او هجره يعني، انا عايز بلد من البلاد اللي ما فيهاش مشاكل، فيها سلام نفسي. انت حابب تعيش فين؟ هقول يعني انت رحت مثلا السعوديه، حابب تعيش في السعوديه؟ لا كمل عيشتك في السعوديه. بص لو دوله عربيه،
انا بحب قطر جدا او سلطنه عمان مثلا. عمان. الاثنين. انا بكلمك كجو معيشي، ايوه. ماليش دعوه بقى الاهل عاملين ازاي او الاهل البلد، بس برضو عن تجربه مع اهل البلد مثلا في قطر ناس أيوة. محترمين جدا. امم. ناس كده يعني راقيه. تمام. اللي انا قابلتهم واللي انا شفتهم، لان قطر كلها على بعضها صغيره جدا يعني. سلطنه عمان برضو انا ما رحتهاش، بس في ناس صحابي كتير جدا اعرفهم هناك. كل واحد في حاله. بره اللي برضو كنت اتمنى ان انا اقعد فيها ودورت عنها كتير وعايز اعرف ظروف طلوعها ايه. جورجيا او البانيا. من ناحيه روسيا كده. دي كانت دول صغيره كده تبع الاتحاد السوفيتي يعني. ايوه. هم شروطهم مش صعبه، بس انت هتلاقي صعوبه في التكيف بعد كده في اللغه واللهجه والكلام ده كله. الروس بس هم اصلا ما تسمع لهمش حس في اي حاجه، لا داخلين بقى في السياسه ولا داخلين في اقتصاد ولا كده. في حالهم. اللي هي عاملين قانون حاطينه. لا هم مع نفسهم، هم بص حاطين قانون لوحدهم، عددهم كده. قد كده ومساحتهم قد كده احنا مع نفسنا، لا بنخش في صراعات بقى ولا بنخش مش عارف ايه. انت عايز سلام نفسي بس. طب نغير السؤال. ايه اكتر عادة غريبة عندك ومش قادر تبطلها؟ عادة غريبة عندي؟ بس بما يرضي الله يعني قول. هو ممكن تبقى حاجة ما ينفعش هو محدش هيعرف. محدش هيعرف؟ أيوة. عادة غريبة بغض النظر يعني. لا هي كانت زمان. ايه؟ بس هي عادة متخلفة جدا يعني. ليه بس؟ إيه؟ هقول لك. في ناس لما تيجي مثلا انا اقول لك اعملي كوبايه شاي. حلو. انت ممكن تبقى من الناس اللي هو وهي مولعه اشرب. طبعا. حلو. انا من الناس دي جدا. لا انا ممكن اصبر عليها لغايه ما تبرد. ما بحبش اشرب حاجه سخنه. ليه؟ زمان بقى وانا صغير. انا اعرف حد كده يعني. لا ده انا كنت بعمل حاجه متخلفه. زمان بقى مثلا ايه، كنت اقول لامي الله يرحمها اعملي كوبايه شاي، بس انا مستعجل ورايا مشوار، اقوم رايح مزودها ميه. طب انت استفدت ايه ده؟ مش عارف. فكانت طبعا بتديني اللي فيه النصيب، بتقول لي طب ايوه انت كده اللي حسيت بطعم الشاي ولا خدت اي. طب انا عايز ابرده، طب بسرعه اعمل ايه؟ فكنت ازوده ميه، اشرب بقين ما يعجبنيش اقوم راميه وماشي. ودي عاده ومش في الشاي بس، كانت في اي حاجه سخنه يعني تروح مزود عليها ميه. والله. ايه العظمه دي؟ لا بس الحمد لله خفيت من الموضوع ده قبل ما اسافر السعوديه يعني بعد الكليه كده. ايه تاني ده؟ إيه تاني؟ عاده غريبه. لا الفكره ان انت مش قادر تبطلها لغايه دلوقتي مستمر يعني. حاجه غريبه بتعملها ومستمر فيها وبتكررها. لا هي عاده مش كويسه، اللي هي النوم بعد العصر ديت. ليه القيلوله دي حاجه كويسه؟ لا مش حلوه، اصل الجسم مش حلوه خالص يعني بتنام يعني بالساعتين والثلاثه. ممكن لو ما حدش صحاني اسحب. بس هي المشكله اصلا ان الصح اللي انا اعرفه ان انت تصحى بدري جدا، اكلك يبقى في ميعاد بدري. يعني احنا اصلا حته الغداء الساعه 3 والساعه 5 والساعه 6 دي اكبر غلط. انت المفروض تفطر 6 الصبح، تتغدى 1 الظهر، اخرك في الاكل الساعه 7 بالليل. احنا الكلام ده كله بايظ عندنا تماما. احنا حماده بتاعنا. فانت عشان تنام اصلا 9 و10 بالليل لازم ما تبقاش نايم العصر. ايوه. لان ده بيهد الجسم وبيخليك ان انت يعني فسيولوجيه جسمك مش متظبطه. احنا عندنا الدنيا بايظه خالص في الكلام ده. هنسال سؤال تاني. لو معاك ريموت يوقف الزمن هتستخدمه امتى؟ بلاش الاسئله اللي تخش في الروحانيات دي. هتوقف الزمن هتستخدمه امتى؟ معاك ريموت يوقف الزمن هتستخدمه امتى؟ بص هو انا يعني ممكن هنفترض كمان ان انا مش عايش في العصر ده. تمام. انا كنت ايه الخيال الواسع؟ لا مش خيال واسع. انا يعني مثلا الفتره اللي هي بيبقى فيها الدنيا فاضيه ومفيش بقى زحمه ولا تليفونات ولا تكنولوجيا ولا الكلام ده كله. الفتره اللي هي هنقول مثلا الثلاثينات ولا الاربعينات مثلا. كنت احب اعيش في الفتره دي. كنت بشوف صور كده ساعات ان انت ايه، كورنيش عندنا هنا في اسكندريه حنطور بس معدي عظمه، مفيش بني ادمين. فاهمني؟ او 2 3 ماشيين مثلا في اخر الصوره ولا حاجه. بس لا بقى بتدور بقى تروح فين وتيجي منين وهتاكل ايه لا انت عايش يومك كده زي الانسان البدائي بره عن اي حاجه. في سؤال تاني برضه. اتفضل. بتحب تقعد على القهوه ولا في البيت اكتر؟ انت بتحب تقعد في البيت اكتر.
لا انا قبل الجواز كنت غير كده خالص. ده يا راجل والله ما كنت بقعد في البيت اصلا. الجواز لمك يعني. لا هو مش لممني، انا ما كنتش بعمل حاجه، بس هو اليوم مضروب، فانت ما فيش حيل تنزل. وغير كده ولا كده برضه هقول لك حاجه، دايره المعارف قلت. ايوه. وبرضه الواحد كان غلطان انه بينزل يقعد مع اي حد والسلام، طبعا. لان بتضيع عمرك في حاجات ما تستاهلش يعني. ايه اكتر موقف محرج حصل لك وانت صغير؟ وانا صغير ايه مثلا صغير ده مثلا نقوله ناخدها مراحل مثلا من صغير ده ابتدائي اللي هو مثلا قد إيه؟ لغايه ثانوي. اه يعني كفايه ثانوي دي لوحدها. وانا صغير، لا هو وانا صغير اصل انت ممكن ما تحسش بالاحراج يعني. ايوه يعني مثلا بتتكلم في ابتدائي مثلا، مثلا. لا هو اغلب المواقف وانت صغير مثلا لما تبقى بتتكلم في حاجه وتلاقي حد ما ادالكش اهتمام وقال لك بس يلا مثلا، يعني ده بتبقى اكبر حاجه بالنسبه لك. انما مش موقف لان انت ما بتتحطش في مواقف كبيره. وانت كبير. طب قول لنا موقف في ثانويه عامه محرج. يعني موقف مضحك. لا هو محرج. انا كان عندي يعني امي الله يرحمها كانت ايه، بس احنا كده فضايح بس مش مشكله. لا امي الله قول. يرحمها كانت لازم في امتحانات اخر السنه في كل سنه في الثانويه عامه اولى ثانيه ثالثه اكرش من البيت. ليه يا ابني؟ ليه؟ طبعا ده في مرحله المراهقه، فايه بقى الواحد شايف نفسه وانا راجل وبتاع، فتلاقي ايه تحصل مشكله، انت هم عايزينك تذاكر وانت بتستعبط وانت اصلا مش لامم حاجه في المنهج. فيبتدي صوتك يعلى. فهم ما يقبلوش. كمان تبتدي تشوح. فيبتدوا هم يجيبوا الشباشب والعصيان. لا دي فضايح. فيلا اطلع بره. فكنت اروح عند واحد صاحبي كده ابيت وامتحن وارجع. دي اتشالت دي اتشالت. فاهمني؟ الحمد لله جبت مجموعه الحمد لله. تتعامل ازاي مع واحد دمه تقيل؟ دلوقتي ولا زمان؟ ما تفرق. انا هديت عن الاول كتير. موقف كوميدي في القصه. موقف كوميدي؟ بص انا ما بعرفش زي ما بيقولوا ايه اخد اللي عايزك تفك كده انت. بقول لك انا ما بعرفش اخد اللي قدامي على قد عقله. يعني مش قابلك هبين لك ان انا مش قابلك. طب ده حاجه حلوه. ومش لازم ان انا اقول لك مثلا انت رخم وبيك وعليك. لا اكيد. لا أكيد بس أكيد ممكن مش هديلك وش تتجنبه مثلا. لا لو قاعدين في قعده وحسيت ان الشخص ده مش تمام وفي حوالينا ناس، انا مش هوجه له كلام اصلا ولا هبص له اصلا. بس لو هو وجه لي كلام هرد على قد المطلوب. لقيته هو بيستظرف هسيبه وامشي. ده بالنسبه للشخص بس بقى لو بقى يعني ربنا حطه قدامي في شغل ولا كده، لا بتبقى ايامي سودة. لان خصوصا بقى لو مثلا كان بوزيشن اعلى او مثلا حد في اداره منافسه او مش منافسه، لو انتوا الاثنين بتراقبوا على بعض. لا ما بعرفش اتعامل مع الشخصيات دي بصراحه. طب ايه اكتر حاجه بتضحكك لو شفتها 1000 مره؟ يعني حاجات معينه كده في الافلام القديمه. حتى لو انا حافظها وعارف ايه اللي هتتقال. بس تحس ان هم ما كانوش بيتصنعوا زي دلوقتي، يعني حاجه بتطلع من القلب يعني. لو تحب تغير اسمك تسمي نفسك ايه؟ لا هو انا اوريدي ما كانش اسمي كده اصلا، وامي اللي لحقتني على اخر لحظه. الله. اقسم بالله. الله. دي معلومه جديده. انت ما تعرفهاش. انا ابويا الله يرحمه كان يعني بيعشق عمر المختار اللي هو بتاع ليبيا. عمر المختار بتاع ليبيا. الراجل اللي هو الثوراجي بتاع ليبيا. ايوه. فكان هيسميني كده عمر المختار. اسمه مركب كده قبل ما الاسماء المركبه ما تتلغي. لا يا مستر احمد انت تمام. لا والله الحمد لله. مين بقى اللي لحقه؟ جارتنا وامي. يعني جارتنا حتى ده ماسكه ايد الراجل وهو لا ده جارتنا راحت معاه عشان تضمن ان هو مش كده. لا الله يرحمها بقى. كان بيحب ليبيا. هو اصلا عشان ابويا ليه قرايب في ليبيا كتير جدا. تمام. يعني قرايبنا اصلا موجودين في ليبيا لغايه دلوقتي كتير. هم عائله ابويا يعني. لا مستر احمد انت زي الفل كده. الحمد لله يعني. ربنا ستر. بس هو مش وحش طبعا، بس عمر اسم عمر كويس، بس عمر كنت هتبقى متنمر هنا يعني فاهمني. لا المختار كمان عمر المختار. لا لو هو اسمه مركب كان على يمين احنا اسمه مركب. ينفع نسميك اسم مركب عمر المختار. كمال ابراهيم شحاته. الله. لا انت كده زي الفل. هو لايق، بس اتفرج بقى على النمر بقى اللي انت كنت هتشوفه. طيب ايه اطرف موقف حصل لك في الشغل او في الدراسه؟
احكي لنا حاجه من ثانويه عامه يا عم. لا بص، انت- بلاش ثانويه انت- عامه. هو موقف كان في ايه، في الكليه. طبعا في الكليه انا كان معايا ناس في اللجنه، حرف الالف ده بسم الله ما شاء الله كان لامم المتفوقين والمعاتيه. لا اله الا الله. والله العظيم بجد سبحان الله. هو طبعا اي حرف كده، بس الالف بالذات بيبقى فيه عدد كبير. يعني الرينج بتاعه أيوة، كبير. أيوة. فانا كان معايا ناس متفوقه جدا من اوائل الدفعه. هم عرفت بعد كده بعد ما اتخرجنا ان هم من اوائل الدفعه وناس محترمه، ومنهم ناس اعرفهم يعني. أيوة. وناس اصلا جايه الصبح متكيفه تمام. ومش عارف احنا هنمتحن ايه. كيت يعني. تمام. فسبحان الله انا كان جاي ورايا واحد كده من الناس دي. ايوه. اول ما يا صاحبي يعني ايه عندنا ايه بكره وبتاع، عندنا ايه النهارده. هو مش عارف احنا عندنا ايه. لا هو الله. اصلا ممكن قبل ما يجي لك دخل على 3 4 رجال غيرك. الله. والله العظيم. الله ده عظيم. يعني وممكن يبقوا سنين غيرك كمان. يعني. احنا كان بيمتحن اولى وثالثه وثانيه ورابعه الاثنين في نفس اليوم. يخش مثلا حد ويقعد ويستقر، بعد كده يلاقي الورق اللي اتوزع مش بتاعه. ومش هو كمان اللي بيعرف ده، بيقولوا له شوفوا الكارنيه. دي حاجه ايه ده يا ابني جداً. انت مش هنا؟ طب قوم. فسبحان الله واحد منهم بقى معيد. بقى معيد. فنيش ازاي يعني، مش هنخش في اسماء بقى بتاع عشان دي حمايه فكريه ولا بنسميها ملكيه فكريه. ده في بقى مره برضو ده عشان مجتهد. هو ماشي. حد تاني يعني. لا هو مجتهد. طيب برضه حاجه تانية. في مره كان في واحد فاشل جدا تمام. جدا، مش عارف برضه مش هنقول اسمه. كان عندنا منهج احنا في الكليه الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي. تمام. دول من ارخم حاجات في تجاره. تمام. فاحنا الكتاب اصلا كان 900 ورقه او 800 ورقه، والدكتور ما كانش بيلغي منه حاجه. تمام. فواحد الله يبارك له يعني قال لك انا عملت ملخص للامتحان او للمنهج يعني في ايه، في 3 ورقات. 3 ورقات قد كف ايدك كده. اصلا الماده ديت كلها، الماده دي كلها رسومات بيانيه. وهو راسم في ال3 ورقات. ما انت اصلا لو هتعملها رسومات بس وهتسيب الشرح انت عايز لك 150 ورقه اكيد. طب ال3 ورقات دول انت اخترت ايه وما اخترتش ايه؟ فبسم الله ما شاء الله كل الناس اللي مشيت وراه ضاد جيم. ضعيف جدا. الله. انت فاهم؟ وبسم الله ما شاء الله يوم النتيجه احنا كان ساعتها بقى اول ما النتيجه طلعت كنا من اوائل الكليات اللي عملت ايه، يجي لك مسج ان وانت قاعد في المحاضره مثلا او في اي وقت نتيجتك طلعت والتراكمي بتاعك قد كده او المجموع بتاعك قد كده. وساعات كمان ايه لما الناس كان معاها تليفون حديث شويه يجيب لك الماده ديت ضاد جيم، الماده ديت جيم جيد مثلا وجيم جيد جدا كده. فاتضرب ضرب هو اتعجن. لان على حظه كنا في محاضره بتاعت محاسبه واحنا قاعدين تليفونات مره واحده تي رسايل. ايوه انا نجحت، انا سقطت، انا مش عارف ايه، انا بتاع. فمثلا بتتكلم هو كان الدفعه كان 6000 حوالي ايه 2000 ونص كانوا واخدين الملزمه الجميله بتاعت ال3 ورقات ديت. انت اللي اكلت الجبنه. اتهرس. الله. اللي ولا طالع عينيه مش باينه، يعني عينيه زي قفاه. ايوه اقسم بالله اتعجن يعني لدرجه ان الدكتور لما لقى الهرج ومره كده ساب المحاضره ومشي. فمش قادر اقول لك حصل في ايه. هو غالبا لغايه انا ما شفتش من ساعتها، بس غالبا عنده اعاقه من اليوم ده. لا اله الا الله. والله لان انا ما شفتوش بعد كده. كنا في رابعه او ثالثه. ايه تاني هتلاقي مواقف، انت عندك مواقف مستخبيه. لا والله مش في الكليه. لا كليه ما فيش. انا كنت غلبان خالص. في الكليه كنت غلبان والله، انا ما بعملش حاجه يعني. حتى ما كانش عندي الشله اللي هي غير الشباب اللي انت عارفهم يعني، اللي هم تقول عليهم داخلين طالعين مع بعض. كنا اغلب التجمع بتاعنا على كوره يعني. حتى في المحاضرات كان موقف في الكوره. موقف في الكوره غير موقف قريبي اللي هو لا ما عملتلوش حاجه والله. لا وربنا ما انا ما عملتوش هو لوحده يا عم. لا الصفاره اول الماتش هوب ده هو كسرت بسم الله ما شاء الله. حد كان نقره عين قبل ما ينزل. لا هو انا كان هيحصل لي اصابه جامده جدا في كوره مره قبل كده. بس ربك ستر يعني، لان كنت داخل على حد يعني حارس مرمى، وبعد كده كرة طالت مني فهو جه شالني من قصبة رجلي. الله عظيم ده. بس انا عشان كنت لسه وزني خفيف عن كده كتير، وهو كان بسم الله ما شاء الله جودزيلا. فانا الضربه انا رجليا مش ثابته في الارض، انا رجليا ثابته في الارض كانت اتفصلت 2. فطرت انا كمان بقى. ايوه كده وقعت على ظهري. فدي الحمد لله يعني
ايه اغرب اكله جات لك في عزومه؟ يعني حد عزمك وكانت غريبه جدا، او رحت مطعم مثلا ولقيت ناس بتاكل حاجات غريبه مثلا. بره مش هنا. بره. حلو. فين؟ هو انا لما بفتكر الموضوع ببقى، بس هقول لك قول على هو انا مهلك. كان عندي صاحب الشركه اللي كنت فيها في السعوديه، كان اصلا راجل سوري متجنس سعودي. تمام. فهو بياكل الاكل الخليط بقى بتاع السوريين، وكمان هو كان من السوريين اللي هم بيتقال عليهم البدو، او مش بدو، اللي هم مش السوريين بتوع المدينه يعني. ايوه. فليهم اكلات محدده او غريبه كده. وبرضه اتجوز واحده يعني من السعوديه، من برضه ايه، مش من الحضر يعني. تمام. فاهمني؟ فعزمنا مره في رمضان. حلو. ده عزومه مدير الشركه. المفروض يعني. كمان انت رايح معدتك فاضيه، فانت المعده لازم تتجهز الاول. ايوه. فانا رحت الاستفتاح، لقيت كوبايه لبن، فانا عارف ان ده لبن عادي. جميل. فشربته، طلع لبن جمل. طب ده كويس جدا. هو كويس بس انت مش متعود عليه. على معده فاضيه ده يبهدل لك معدتك. صباح الفل. بس ما شفتش نور انت. ده الاستفتاح. لقيتهم بقى عاملين بقى حاجه تانية، بس مش عايزك تتقرف يعني. لا عارف السنم بتاع الجمل؟ هو ايه ده؟ هم جابوا الجمل وقعدوا يقطعوا فيه؟ ايوه، ما هو لحمه جمل. هم هناك بياكلوها. السنم بقى ده. السنم اللي فوق ده. ايوه. هم بيعشقوه، بس مش كل الناس بتاكله هناك. لا انا عمري ما دوقته. بعد ما بيتسلخ بقى وكده، بيبقى هو عباره عن دهون، بس دهون ناشفه شويه. طب انا اكل دهون ليه؟ انا كويس. طب هو اصلا بياخد وقت كبير جدا على بال ما يسيح في النار، او يبتدي يسيح، وما بيسيحش بالكامل. تمام. فعارف اللي هم، عارف الناس اللي هنا اللي هم بتوع المصمت وياكلوا الليه والدهنه الحلويات دي فانت اصلا يعني الفرافير اللي زينا ريحته انت ما تستحملهاش. لا معلش. لا سيبك من انت بتحب للحاجات ايوه دي. بس ده بالذات لا، انا ما اظنش انت اكلته ولا عدى عليك. سنام الجمل؟ لا اكيد لا. لا، ما انا برضو في حاجه غريبه لسه سامعها اليومين دول، اسمها الضره. ايوه ده. انا عمري ما انت كده بتحوت في حتت بقى. معلش انا قعدني في مصمت وسيبني. لا ما انا ما لا شايف الحله الكبيره دي اللي فيها دهون دي؟ انا بقعد جواها وبغوص. لا انا الضره دي لسه عارفها قريب اصلا. أيوة. ان هي بتتقطع وتتاكل. أيوة. لا هم هناك بقى السنم بقى. تمام. وبعد كده برضو لقيت ايه بقى، حاجات اطباق ياما. مش عارف انت فاكر كريم عبد العزيز في الفيلم لما كان بيقول افتح بقك وقولها لك؟ كان كده. اصلا عيب ان انت تمسك معلقه، لازم تاكل بايدك. عيب. لما تبقى قاعد في وسط منهم فيهم يعني. أيوة. لو مصريين مع بعض، حتى لو في سعوديين في النص، كل واحد مع نفسه. انما انت معزوم عن حد سعودي في الحوش بتاعه بقى والبيت بتاعه اللي هو العائلي وبتاع. لا عيب. فانت لا عارف تاكل بايدك ولا عارف انت بتاكل ايه، والريحه مميته. مش وحشه بس غريبه عليك وقلبت معده. وابتديت انا بلبن الجمل ده اللي هو البعير اللي عندهم دي. فانا قعدت 3 ايام ما بطلعش من الحمام. وانا يعتبر ما اكلتش حاجه والله العظيم. بس بقى ايه، الدنيا باظت. سنام الجمل دي. لا يعني انت شايف حاجه غريبه قدامك. طب معلش كانوا مقدمينها ازاي يعني؟ كانوا مقدمينها حاجتين. لا هقول لك، هم حاجتين. هم ما بيحمروش حاجه. هم عندهم الشوي مش تحمير. عندهم كانت سايحه كده، مسيحينها ومحطوطه في زي في طاجن كده. وفي الفرن. وحاجه تانية معمول زي الكمونيه كده في الصلصه. بالصلصه. ده كان جزء وده كان جزء. بس ده ولا ده الاثنين حماده. انت فاهم؟ الاثنين ضعيف. يعني بالنسبه لي يعني انت بتفنن في ايه؟ ما الاساس بايظ. أيوة. انت فاهم؟ لو كنت اكله تحب تبقى اكله ايه؟ كشري. انا منبار الصراحه. نايم برضه شغال. منبار بقى ايه محمر. بس ان حد يحشيك دي مش حلوه. لا انا كشري حلو يعني. انا اصلا عايز اقول لك كشري انا ممكن اكله كل يوم عادي. بصرف النظر ان هو هيدرمغ القولون خالص، بس لا انا ماليش عادي جدا. ايه اكتر كذبه كتبتها وانت صغير واتكشفت؟ ان انا كنت باكل سندوتشاتي. ما بتاكلش سندوتش؟ انا بقول انا اكلتها. انت بتقول انت اكلتها وانت في الحماده ما اكلتش. لان بص يعني في وقت كده كانت بتتسرق مني. اطفال عبيطه بقى. ايوه. وفي وقت ما كانش بيعجبني اللي بيتعمل، فكنت بسيبه على جنب. بس ضربت نفسي بالجزمه بعد كده. وتروح البيت تقول انا اكلتهم كلهم. وتمام وزي الفل. وكانوا احلى سندوتشات في الدنيا. ما لازم طبعا. الكبده صح والسجق صح. انما
ضربت نفسي بالجزمه ليه بقى؟ لان لما بتكبر وتفهم بقى ان الحاجات ديت اهلك، يعني دي ده الوضع بتاعك وده امكانيات اهلك، وانت كنت متبطر بس انت ما كنتش فاهم ان انت بتتبطر. ايوه ف فاهمني. هتسامحوك وانت صغير. لو فتحت محل تسميه ايه وتبيع فيه ايه؟ المجال اللي انا بحبه بقى بتاعي بقى سوبر ماركت. سوبر ماركت. انا اشتغلت فيه 16 سنه. اسمه ايه بقى؟ الاسم سوبر ماركت كبير مش صغير يعني. لا، ما انت برضه على حسب امكانياتك، بس طبعا يستحسن يبقى كبير يعني. الاسم بقى يبقى فيه مثلا كل حاجه بقى، كل الثلاجات بقى وجبنه. الاسم بقى. الاسم والله ممكن اسميه بلاش ابو انس، عشان ابو انس ده هيضرب على سوري. ايوه. خلينا مثلا ايه، مش عارف والله، بس عمري ما فكرت في الاسم ده. بس نقول مثلا ايه، الساقع مثلا. الساقع. مش البارد يعني، بس أيوة. اللي هو يعني اصل اساس السوبر ماركت اللي انا شايفه يعني هي الثلاجات مش النواشف. فكره برضه. الثلاجات يعني انت لو سوبر ماركت كبير اهم حاجه يكون عندك ثلاجات كتير. لا، ومش بحيث ان انت تخزن فيه اكبر ونظام تبريد كويس واكبر قدر من البضاعه، وان انت تحافظ على الحاجه اللي موجوده. ما انت مش رامي حاجه في الثلاجه وخلاص. ايوه. انت لازم ترص ايه قبل ايه، وتحط ايه فين، وايه اللي ما يكرفش على حاجه ما تكرفش على حاجه. او اسميه مثلا زي السقعان مثلا. مش عندنا واحد اسمه السقعان؟ السقعان. يعني الاسم ده على فكره عالمي. علامه، وكان علامه من العلامات، بس ما اعرفش الله ايه اللي حصل له. بس الاسم ده موجود بس مش بنفس زمان يعني. زمان ده كان في ناس بتجيله من مناطق تانية. ايوه. دلوقتي انا بعدي بلاقي محل قد كده لا بس شغال حاجته كويسه. مش عارف والله، ما اتعاملتش معاه من زمان جدا. بس الاسامي اللي مش متوقعه دي هي اللي بتسمع مع الناس. لو عندك ريموت يوقف الناس لما تقول حاجه غريبه، هتستخدمها امتى ومع مين؟ لما اقول حاجه غريبه، لما تقول حاجه غريبه يعني لو عندك ريموت يوقف الناس لما تقول حاجه غريبه. حلو. يوقف الناس، هتستخدمه امتى؟ يعني مين الناس اللي اسكت بقى لما هم يقولوا بقى حاجه غريبه؟ لا، هو اي حد رخم بيتكلم رخم. لا، هو في ناس رخمه بالفطره سبحان الله، وفي ناس بتبقى تستظرف. فانا اللي بيستظرف بالنسبه لي ما بتحبوش خالص. او اللي هو هقول لك حاجه، لا اللي اسوأ كمان من اللي بيستظرف، اللي هو اللي بياخد تعب غيره. اللي هو بيطلع على كتاف غيره. ده اسوأ بني ادم بالنسبه لي. لان ده انت شفت منهم في السعوديه كتير جدا. دول بقى مش عندهم مثلا حته خلل، ده عندهم كل اللي جوه ده بايظ. سواد ومرض نفسي وخلل ونقص. ضاربين هنا وضاربين هنا خالص فوق ما تتخيل. طب ايه اكتر موقف ضحكك لدرجه ان انت دمعت ونزلت دموع ما عرفتش تمسك نفسك؟ اكتر موقف ضحكك يعني ثانويه عامه، جيش، حاجات في السعوديه؟ لا، هو كان موقف في ثانويه عامه، بس هو كان الاول خوف وقلب بعد كده ضحك موت. تمام. لما كنا بنزوغ، ايوه، كان في جزء بيروح يلعب كوره، جزء بيخش السينما. حاجه وحشه التزويغ دي. ماشي. وجزء بيخش السينما، وجزء بيروح يمشي مع بنات، وجزء بيروح يذاكر. تمام. دول الفشله. ايوه، خدت بالي. تمام. كان طبعا ايه يعني، انا كنت من الناس اللي هم كنت معايا في الفصل وعارف. أيوة. اللي هم ايه اخرهم يروحوا يلعبوا كوره. أيوة. المره الوحيده اللي وافقت ودخلت معاهم سينما، دخل لنا سمير جاب الله. معرفش، اكيد الله يرحمه يعني. الله يرحمه. فدخل لنا، فانا كنت ما لقيتش مكان، فقعدت بعيد شويه عن الصف الحقير اللي انا كنت مزوغ معاه. معلش، دخل لكم السينما؟ ده سمير جاب الله ده الوكيل؟ كان بتاع الرياضه. سمير متجهات. جالكوا السينما. ده عظيم قوي.